معرفش فيها ايه لو تلعبوا زي بقيه مخاليق ربنا كده يعني. نفسنا نشوفوا فرقه محترمه بجد، نفسنا نشوفوا جماهير محترمه. انت ليه لازم تكسبني عافيه؟ يعني انت لازم تكسب عافيه، يعني انت ما ينفعش تكسب. لازم بص، الترشي فعلا اسم على مسمى. لازم ان انت تدفع للحكم، يا اما تخوف الحكم، تخوف اللعيبه، تضرب اللعيبه، تعور اللعيبه. بس احنا اللي غلطانين في الاول، لان احنا سكتنا لكم ايام 2019 واللي حصل مع هشام محمد. صحيح احنا سكتنا، بس سكتنا عشان احنا قلنا ان احنا اخوه كلنا وتمام. بس للاسف طلع الكلام ده غلط، وطلع ان انتوا جمهور لازم يتحط عليكم، لازم تتغلبوا على ارضكم في رادس. ولو مش عارف تكسبوا في رادس تعالى وانا اعلمك يا ناقص. بص بقى، المباراه انتهت الحمد لله، كسبنا، بس مش تاهل يعني. احنا 60% ان شاء الله كسبنا. احنا ما نقدرش نعمل زي ما انتم ما عملتوا، مش ما بنرضاش نعمل زي ما انتم عملتوا. ليه بقى؟ لان انتوا جمهور قليل الادب، جمهور بطبعه مش بتاع كوره، جمهور عايز ياخد كل حاجه عافيه، عايشين على الهمجيه. تعالوا كده نشوف الفيديو اللي حصل والكواليس اللي حصلت بقى قبل المباراه، وتعالوا نشوفوا بمراموا ليه غاز مسيل للدموع، وليه اللعيبه بتاعتهم ما نزلتش الاول، وليه الحكام ما نزلتش، ولاعيبه الاهلي هم اللي يا عيني اكلوا الفخ. بس الحمد لله جت عكسيه ضدهم، ولان ربك ما بيرضاش ظلم للعبيد، وربك بالمرصاد طبعا للناس ديت. تعالوا نشوفوا كده الفيديو ونرجع لبعض تاني ونحكي بقى في الموضوع بتاعنا، الكواليس اللي هي الاهم حاجه في الموضوع. مش عارف ايه ده، بس الشرطة مش عارفة تسيطر على جماهير الترجي. يعني مش ممكن. طبعا مش كل الجماهير كده، لان في ناس قاعدة محترمة ما بيعملوش حاجة، بس في مجموعة شوية عيال صيع عمالين يرموا ويعملوا ويحرقوا. وانا واقف في محمد شريف هو اللي ضيع كام فرصه، بس الحمد لله قدر يجيب جون جميل جدا من ديانج. الموضوع ابتدى من عند قفشه. قفشه رمانه ميزان، بس مشكلته بيرجع لورا كتير. قفشه لعبها لديانج، ديانج قلبه ميت جدا، اخد وزحف من مركز 8 وصل لحد قلب الدفاع عندهم، ولعب ثرو جميل جدا لمحمد شريف. محمد شريف هو اللي جاب جون ابيض طبعا في الشوط الاول، وطبعا تسلل صحيح طبعا ما نقدرش نتكلم فيه، وجاب محمد شريف جون يعني دخلت بالعافيه كده. بس بنقول شابوه محمد شريف. واللي اكتر بقى ونجم المباراه رقم واحد كلاعب هو اكرم توفيق، اللي من وجهه نظري الراجل تمام التمام وفوق العشرة من عشرة. تعال بقى نشوفوا كابتن موسيماني، واللي طبعا بيفاجئنا بكل مره، هو ده راجل المباريات الكبرى يا جماعه، راجل المناسبات الكبيره. قدر يتكتك، والماتش ده من اعلى الماتشات تكتيكيا للاهلي، مش عشان الاهلي فاز يا جماعه، لا ابدا، لكن احنا اتفرجنا على تكتيك مختلف جدا لكابتن موسيماني في الماتش دوت، واتفرجنا على موسيماني ازاي بيلعب مان تو مان وبيقدر يقفل المساحات. بس مشكلته كان في خط الظهر. الكرة كانت بتوصل بسرعه للمهاجمين بتوعهم من خط الظهر، ما كانش فيه مقابله للباكات. بس النهارده شفنا من موسيماني حاجه مختلفه جدا. موسيماني كان بيقدر ان هو لاعب في ظهر لاعب، يعني انت عديت لعيب بتلاقي اللعيب التاني في وشك على طول. دي حاجه كويسه جدا ومميزه بالنسبه لموسيماني. موسيماني ابتدى يشغل دماغه شويه معانا. طبعا محمد شريف هو اللي تعب وربنا كلل مجهوده، وطبعا كان بيحارب لوحده في الشوط الاول، لان اللي تحت منه الاثنين الهافات كانوا نازلين جدا، وهو كده كده ما كانش بيلعب برقم 10. بمجرد نزول رقم 10 اللي هو قفشه ابتدى الملعب يتوازن شويه، ولكن هي دي انسب خطه تلعب بيها الترجي. ما كانش ينفع يفتح على الخطوط قدام الترجي عشان ما يشيلش. ليه؟ لان الترجي على ارضه طبعا. يعني احنا لو قلنا الترجي ضعيف يبقى احنا كده ناس ما بنفهموش حاجه عن الكوره. ولان جمهور الاهلي اعظم جمهور على وجه الارض يا جماعه، والله العظيم انا بقول الكلام ده حقيقه، جمهور محترم جدا، جمهور فاهم جدا، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. واللي اكد ده النهارده اتفرج على المباراه، اتفرج على فريق بيلعب السيمي فاينال بيعمل ايه في اللعيبه وبيرمي شماريخ ازاي. ما فتشوش اللعيبه دي قبل ما ينزلوا اصلا المباراه، ازاي اللعيبه دي دخلت بكميه المفرقعات ديت واللي حصل دوت. كانوا عايزين يكرروا مشكله صن داونز. الفريق ده يا جماعه حاجه ممله، حاجه ممله، يعني ما تعرفش تكسبه. مش كوره، هو لو بيلعب كوره هيتغلب من اي فريق يعني. هو مشكلته مش مشكلته، هو دايما بيحب ايه يعني الفرقه الجامده يفضل يعمل قدام منها دروبات كده وحوارات كده ومشاغبات عشان يطلع الفريق بره التركيز. ولكن الحمد لله لعيبه الاهلي لعيبه فاهمه جدا ولاعيبه واعيه جدا. شابوه كابتن موسيماني، لعيبه رجاله. وان شاء الله نبارك لكم هنا في القاهره. مباراه العوده ان شاء الله هتكون باذن الله في ملعب السلام ان شاء الله، لو قدر ربنا وكان لنا عمر، وهنرجع نهني نادي الاهلي بوصوله المباراه النهائيه ان شاء الله باذن الله، والتقدم للاهلي، وان شاء الله الاهلي في الامام. والى اللقاء في حلقات قادمه ان شاء الله. وما تنساش اللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.